تخيل معايا عالم ما فيهوش رحمه، عالم الناس فيه مش بتحارب بطريقه عاديه، لا دي بيتقاتل بارواح اساطير من الماضي محبوسه جوه جسمهم. الانمي بتاعنا بيحطك في معركه مش شبه اي حاجه شفتها قبل كده. هنا كل واحد شايل جواه روح شخصيه تاريخيه، قائد اسطوري وسفاح مرعب وعبقري غير التاريخ. بس الموضوع هنا مش مجرد قوه، تخيل تكون انت وفي نفس الوقت في حد تاني عايش جواك بيشدك في اتجاه مختلف وبيأثر على قراراتك وممكن بافعاله يدمر حياتك تماما. كل خناقه هنا مش مجرد ضرب، دي حرب ارادات. مين اللي هيسيطر على المعركه، انت ولا روح الشخص اللي موجود جواك؟ ومين اللي يطلع في الاخر انسان ومين اللي يطلع وحش؟ الجو سوداوي والتوتر عالي جدا، وكل لحظه فيها ممكن تقلب موازين العالم كله بيلعب على البقاء باي ثمن. الانمي بتاعنا النهارده اسطوري بمعنى الكلمه، وبيكون صراع قوي بين الماضي والحاضر، بين انك تفضل نفس الشخصيه او تتحول لاسطوره مرعبه. وطبعا يا اساطير دي حكايه بطلنا تويا، اكتر حكايه بتحبوها بتطلبوها مني في الكومنتات، فعايز هجوم على زرار اللايك اول ما الفيديو ينزل، ونوصل الفيديو ده 10000 لايك في اول يوم يا اساطير، وتنزل تشترك في القناه عشان يجيلك اشعار بالفيديو الجديد اول لما ينزل. فمن غير رغي وكلام كتير صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الحكايه. بتبدأ الحكاية ببطلنا سينجي، واللي بيكون فقد الأمل في حياته تماما، وبيطلع السكينة وبيقف قدام المراية عشان يموت نفسه، وده عشان هو اتولد من غير موهبة وحاسس إنه ملوش لازمة، وبيقول لنفسه في المراية أنا لازم أوصل لحاجة، بس ما يعرفش إن السكينة اللي في ايده دي مش مجرد سكينة عادية، ده جرح واحد منها بس هيغير حياته كلها. فتعالى نرجع قبلها بيوم عشان نفهم اللي حصل. بتبدأ الحكاية في المدرسة الثانوية، والطلبة كلها متجمعين وبيتكلموا عن الحادثة اللي حصلت امبارح، والناس شافت قاتل غريب مشهور برجل البتلات، وظهر أكتر من مرة مجروح في رقبته، وبيخرج منها ورق طاير شبه بتلات الورد كده. وعمنا سيجي قاعد مع نفسه سرحان ومش مركز مع حد خالص، والناس كلها عماله بتتكلم عن السفاح رجل البتلات، وعمنا سينجي مخنوق ومش عارف يركز من كتر الدوشه. بس فجاه المدرس بيدخل عليهم وبيعرفوا ان في طالبه جديده تنضم لفصلهم، وبتدخل البنت عليهم من غير ما تقول ولا كلمه حتى، وبتسيب الناس كلها وبتروح تتكلم مع سينجي، وتعرفوا ان هي زميلته الجديده واسمها هيتا. وسينجي بيعمل نفسه كارف ومش بيرد عليها حتى، وهيتا بتقعد جنبه مستغربه من ردة فعله، وبتفضل مركزه معاه طول اليوم. وسينجي بعد المدرسه بيكون راجع البيت زي كل مره، بس بيلاقي هيتا جايه وراه واقفه على السور زي النينجا بالظبط. وسينجي بيقول لها انت عرفت اسمي منين يا بنت انت؟ وهيتا بتعرفه ان القرايه مش لايقه عليك يا صاحبي، وبتلاحظ ان في هالات سودا موجوده تحت عينيه. وعمنا سينجي بيمشي من المكان بحجه انه متاخر على ميعاد الدرس، وهيتا بتكلم نيومان المساعد بتاعها، وبتعرفه ان هو ده الشخص اللي بيدوروا عليه. وبنشوف السفاح المجنون رجل البتلات، وبيكون معاه ضحيه جديده عشان يعذبها، وبنلاحظ ان في حاجه شبه الدم خارجه من رقبته، وفعلا بتكون شبه بتلات الورد اللي شافوها على النت من شويه. والسفاح المجنون ده بيهجم على البنت وبيقطع رقبتها. وعمنا سينجي لسه قاعد في الشارع لحد دلوقتي، وبيفكر ازاي يلاقي موهبه تخليه مميز عن الباقي، لانه شايف نفسه شخص عادي ومالوش اي قيمه في الحياه، وبيكون مستعد يعمل اي حاجه عشان يلاقي الموهبه دي. والشرطه بتكون وصلت المكان بعد بلاغ حد من المنطقه، والشخص بيقول ان هو سمع صوت حد بيصرخ في المكان ده، وبياخدوا بالهم ان في واحد بيرجع على الطريق، وبيفتكروا سكران ولا حاجه وتقل في الشرب يعني. وفي واحد من الضباط بيقرب منه عشان يتعرف عليه ويطلب منه يمشي من هنا، بس الراجل بيقول له امشي من هنا احسن لك. بس الضابط بيتعصب عليه اكتر واكتر، بيقول انت بتكلم مين كده يا عم انت؟ وفجاه بيلاقي وشه مليان دم وشكله مرعب، وفي جردل قدامه في دماغ البنت اللي بيدوروا عليها، وبيطلع هو ده فيشر رجل البتلات السفاح. وعمنا سينجي الناحيه التانيه بيكون مروح البيت في امان الله، وفجاه بيلاقي جثه الضابط مرميه في الشارع والدم مغرق المكان كله. وبيظهر السفاح فيشر بعد ما قتل الضابط التاني، وبيكون فرحان جدا عشان قتل اتنين في اقل من 5 دقايق. وحرفيا المجنون ده مفيش حاجه بتسليه اكتر من القتل. وعمنا سينجي مصدوم من المنظر ومش عارف ينطق حتى، بس بعدها بيحس بحاجه غريبه جوه جسمه، وبيكون غيران جدا من عمنا فيشر. وفي اللحظه دي بتظهر هيتا مره تانيه، وبتكون عارفه الشعور اللي هو حاسس بيه، وده بيحصل لما واحد عديم الموهبه زيه بيشوف واحد موهوب وقوي جدا قدامه. وبتعرف ان سينجي بيحسد فيشر وهو مش حاسس، لان هي كمان حست بالشعور ده قبل كده. وسينجي مش فاهم اي حاجه من اللي هي قالتها له، وهيتا بتنادي على فيشر وبتقول له شكلك مبسوط النهارده. فيشر بيقول لها انا حاسس ان طار من الفرحه بصراحه، وبنعرف ان هي اللي اديته الموهبه اللي عنده، بس الحيوان ده استخدم موهبته في قتل البشر للاسف. وبيقول لهيتا انا لازم نرد لك الجميل، وبيطلع الساطور بتاعه عشان يحضر لها وجبه العشاء، وبيهجم على سينجي من غير سابق انذار حتى. وفجاه بيلاقيهم هما الاثنين اختفوا من مكانهم، وهيتا كانت متوقعه انه نادلو يعمل حركه زي دي، وبتشكر نيومان عشان هو اللي انقذهم المره دي. وبنعرف انه بيكلمها عن طريق جهاز الكتروني، وبيكون قاعد في المعمل بتاعه وبيراقب كل اللي بيحصل، واستخدم قوته السحريه ونقلهم من مكانهم بسرعه. وهي بتاخد الجهاز وبتحطه على جسم سينجي، وبتقول له ان هي هتدور على اي موهبه عنده في الماضي عشان لو فضل معاها بالشكل ده هيموت في ثواني. وعمنا سينجي لسه مش مستوعب كل اللي بيحصل، وفجاه بيلاقي هيتا بتطلع خنجر من الشنطه بتاعتها، وبيخاف اكتر اول ما تحط الخنجر على رقبتها، وبيفتكر ان هي هتقتل نفسها فبيجري بسرعه عليها. بس عمنا فيشر المجنون بيشوفه من بعيد، وبيجهز
الساطور بتاعه عشان يخلص عليهم سوا، بس هيتا بتسبقه وبتجرح رقبتها بالخنجر وبتخرج منها بتلات ورد وبتتحول زيه. وانا مش فاهم ليه الغريب ده بصراحه، بس المره دي شكلها بيتغير وبتظهر موهبتها المرعبه، واول ما فيشر بيهجم عليها بتصد الضربه بسهوله وبتقرر توريه قوه المحاربه المستشفى الدمويه. وسينجي بيعرف من نيومان ان دي قوه التناسخ، واللي بيستخدمها بيقدر يخرج موهبه من حياته القديمه، واللي بينجحوا في التناسخ بيكون اسمهم العائدون، ودول مجموعه من الناس موهبتهم ظهرت بعد التناسخ. وعلى الناحيه الثانيه بتدور معركه قويه جدا بين فيشر وهيتا، وفيشر بيتعصب وبيرمي عليها شجره ضخمه جدا، بس هيتا بتقطع الشجره النصين بكل سهوله. وسينجي اول مره يعرف ان هي عندها القوه الجباره دي كلها، ومش فاهم ايه البتلات اللي بتخرج من رقبتهم دي يعني. ونيومان بيقرر يحكي الموضوع من الاول، وبيقول ان البتلات دي اول دليل ان الشخص رجعت له موهبه قديمه، لانها بتكون مرتبطه بحاجه في حياته زمان. وحتى اقوى الابطال اللي عندهم مواهب مرعبه لسه بشر زي ما هم، وفي الاخر بيموتوا زي البشر العاديين. انما العائدون دول مش زي اي بشر، دول لو ماتوا بيتولدوا من جديد في عالم تاني، وروحهم بتنتقل لشخص زي الاشباح كده. وبنعرف ان هيتا روح قديمه مولوده في جسم جديد، وهي اللي بتساعد اللي زي سينجي عشان يلاقوا موهبه خاصه بيهم. وبنعرف ان المجموعه دول هم العظماء، ودول الابطال اللي ساعدوا البشر عشان يلاقوا موهبتهم، بس في منهم اللي بيتحول لشرير مجنون زي فيشر، والسلطه والقوه بتعميهم وبتخليهم متوحشين. وكمان العالم بيحب المجرمين والسفاحين المشهورين، وهم دول اللي مواهبهم دمرت العالم، والمجموعه دي بيكون اسمها المذنبين، وفي منهم اللي راحوا بترجع تاني عشان يقتلوا الموهوبين. وسينجي بيعرف معلومه خطيره من عمنا نيومان، وهي انه ممكن يموت اثناء ما هو بيتحول، عشان لو ما عندوش موهبه الخنجر هيقتله كانه انسان عادي، بس مع ذلك بيكون عنده فضول يجرب الموضوع. وسينجي سرحان في المعركه بين هيتا وفيشر، وكان نفسه يمسك سيف ساموراي ويحارب فيشر بدلها، وفيشر بيتريق على هيتا وشايف ان موهبتها ضعيفه، بس هيتا بتقرر توري له الوش التاني وبتخرج قوتها الحقيقيه، وبتستخدم تقنيه الفرسان الثمانيه. وفيشر بيحاول يصد الضربه بكل قوته، بس هيتا بتعرفه انه صد ضربه واحده بس، وبيظهر 7 سيوف تاني بيقطعوا جسمه في ثواني. وعمنا فيشر المجنون ده بيموت اخيرا، والجثه بتاعته تتحول لبتلات من الورد. وهيتا بتبلغ نيومان ان المهمه تمت بنجاح، وبتتفاجئ اول ما بتلاقي سينجي اختفى من المكان، وسينجي بيكون رجع البيت وذبح نفسه بالخنجر، وبتخرج البتلات من رقبته، وبنعرف ان عنده موهبه خفيه. وبيظهر عمنا سينجي وهو طفل صغير، وبيكون عمال يجري وخايف جدا، وبيلاقي اخوه الكبير سيو واقف بعيد، وبيمد ايده وبيطلب منه يتحرك بسرعه عشان يلحقه. وسينجي بيصحى من النوم وبيلاقي هيتا عنده في الاوضه، وبيفتكر ان كل اللي حصل ده كان حلم ولا حاجه، بس بعدين بياخد باله ان الدم مغرق ايديه. وهيتا بتعرفه انه نجح في اختبار التناسخ وموهبته ظهرت اخيرا، وما كانتش فاهمه هو ليه بيطلع صوته وهو نايم. وسينجي بيقرر يحكي لها الموضوع من الاول، وبيعرفها ان كان عنده اخ كبير اسمه سيو، وكان مميز في حاجات كتيره ومتفوق في دراسته كمان، ده غير المواهب والهوايات الكتير اللي عنده، والناس كلها كانت بتحبه وشايفه انه معجزه، وهو الوحيد اللي في العيله اللي حقق شهره وفلوس وهو صغير، والكل كان متاكد ان مستقبله هيكون مشرق جدا. انما عمنا سينجي طلع العكس تماما، وكان مجرد ولد فاشل دايما بيتاخر في كل حاجه، وحتى سباق الجري اللي دخله طلع في المركز الرابع. وسيو لما دخل نفس السباق زمان كان دايما بيطلع الاول، وكان بياخد ميداليات ذهبيه، وسينجي كان بياخد نحاس وفضه، وحرفيا العيله شايفينه طفل عالم ومالوش 30 لازمه. وسينجي كان بيحلم ان هو يبقى ناجح زي اخوه في يوم من الايام، او عنده موهبه واحده تخليهم يشوفوه كشخص مميز مش عادي. وبنعرف ان اخوه مات بمرض للاسف وهو لسه شاب، وشكله كده مات بسبب اخوه، اصل حرفيا الواد بيحسد اخوه على كل حاجه في حياته. بس المشكله الحقيقيه كانت في اهله مش اكتر، عشان اول ما سيو مات قالوا ان سينجي هو السبب، وكان دايما بيرموا اللوم عليه بعد اي مشكله تحصل له، وفي الاخر طردوه من البيت وبقى عايش لوحده دلوقتي، وعشان كده عايز يرجع تاني ويذلهم بالموهبه اللي عنده، ولازم ينتقم ويثبت للكل انه مش شخص فاشل ابدا، ويعرف كل واحد بصله بشفقه انه اقوى منهم كلهم. بس اهم حاجه دلوقتي انه يثبت ده لنفسه الاول. وهيتا بتعرف انه ابتدى يكره نفسه بسبب عيلته، وعشان كده فهمت هو ليه عايز يبقى موهوب باي شكل من الاشكال. وسينجي بيفكر في كل المواهب اللي جربها من صغره، وبيكون جرب كل الهوايات ومفيش حاجه نافعه معاه، وبيتخيل ان هم اتحولوا لوحوش وبيجروا وراه. وبنعرف ان اهله هم اللي اجبروه يتعلم كل الحاجات دي، يمكن تظبط معاه في واحده منهم ويعمل اي حاجه. وسينجي بيقول انه ملاش شغف في اي هوايه فيهم، وهيتا بتعرف ان هم الاثنين شبه بعض جدا. بس بعدها بتجيله مكالمه من نيومان، وبيقولوا اهلا بيك في الفريق يا عم سينجي، وبيعرفوا انه كان مستني اللحظه دي من بدري جدا. وسينجي بيلاقي نفسه واقف في المعمل، وبيعرف ان اللي على الكورس ده يبقى عمنا نيومان. وهيتا بتقول له اللي الباقيين راحوا فين. نيومان بيعرفها انهم عندهم مهمات تانية، وبيقضوا على المذنبين اللي رجعوا العالم الجديد، وهي دي مهمه فريق العائدين. وسينجي بيعرف ان مفيش فرق بين الموهوبين هنا، ومهمتهم الاساسيه مساعده البشر وان هم يقتلوا المذنبين، ودول معظمهم اشرار زي فيشر المجنون كده، ولازم يقضوا عليهم في اسرع وقت ممكن، وده قبل ما يقتلوا عدد كبير من البشر. وفي الاول وفي الاخر دي مسؤوليتهم برضه، لان هم في الاول كانوا موهوبين زيهم قبل ما الشر يسيطر عليهم. وبتعرف سينجي ان موهبته دي هديه جات له من السماء، ولو فكر يستخدمها ضد البشر هيقتلوا على طول. وكمان الموهبه دي معموله لمساعده البشر، يعني لو
راح اتفشخر بيها قدام عيلته هيقتلوه برضه. ودلوقتي هو عارف كل حاجه عن الفريق وبتطلب منه ينضم لهيبتا في مهمه جديده، وبيكون هدفهم المره دي هو اللورد فلات، وده واحد من المذنبين العاديين وعنده قوه مصاصين الدماء. وهيتا بتتفاجئ اول ما نيومان بيقول التعليمات، وهيتا بتقول له المفروض نقتله بدون تردد، بس نيومان المره دي عايز فلات حي وفي معلومات مهمه لازم ياخدها منه الاول، وبيطلب منها تشتت انتباهه وتخلي المعركه تستمر لاطول فتره ممكنه، وبعد ما يعدي 10 دقايق يقتله على طول عشان لو المعركه طولت عن كده هيقدر يكتشف المواهب اللي عندهم. ونيومان بيطلب من سينجي يحقق في الموضوع ويبعت له كل المعلومات عن مكان اللورد فلات، وبيكون ميعاد العمليه كمان يومين بالظبط. بس نيومان عايز سينجي يعمل حاجه الاول، وهي انه يختبر موهبته قبل المهمه الاولى. ولما بينزل الشارع بيلاقي حرامي خطف شنطه من واحده ست، وبيجيله رساله من نيومان ان الجو مناسب لاظهار موهبته عشان الدنيا ضلمه دلوقتي ومحدش ياخد باله منه، وبيساله اذا كان متاكد انه عايز يعمل كده فعلا، وبيطلب منه يخلي باله هو بيستخدم الخنجر عشان ممكن غلطه صغيره تخليه يقتل نفسه بالغلط. وعمنا سينجي بيجرح نفسه وبيتحول اخيرا، وبيكون عنده موهبه السرقه بايده اليمين، يعني حتى الموهبه الوحيده اللي عنده طلعت شمال، وبيلاقي الحرامي جاي ناحيته بالشنطه فبيستخدم قوته بسرعه من غير ما ياخد باله حتى، وبياخد الحاجات اللي موجوده في الشنطه، والست بتتعصب عليه عشان ساب الحرامي يفلت منه، لكن سينجي بيقول لها ما تقلقيش يا مدام كله تحت السيطره، وبيطلع كل الحاجات اللي كانت في الشنطه، لكن الست بتتعصب عليه اكتر وبتشتمه تاني وبتقول له الشنطه دي براند يا غبي واغلى من الحاجات اللي فيها، وبترجع تجري مره تانيه ورا الحرامي. ونيومان بيعرف ان سينجي استخدم موهبته من قرب 70 سم تقريبا، وكمان ما عملش اي هجوم مباشر مع الخصم، وده معناه ان موهبته خطيره جدا بس بتخليه يسرق الحاجات بخفه من مسافات قريبه. وسينجي بيكون عامل حركه غير متوقعه وسرق دم من جسم الحرامي، والست اول ما وصلت لقت الحرامي مغمى عليه، وبنعرف ان الحرامي جاله هبوط ووقع على الارض من كتر التعب، وسينجي عمل الحركه دي عشان يعجزه من غير ما يقتله. ونيومان شايف انه قدر يحول موهبه شريره زي السرقه لقوه تساعده على فعل الخير ومساعده البشر، وكده ابتدى يفهم هدفهم الحقيقي من المهمات بتاعتهم، وان الموهبه في حد ذاتها مش مهمه، انما المهم هو الطريقه اللي هيستخدمها بيها. وبعدها بيجي ميعاد المهمه الاساسيه، وهيتا بتتحول وبتقابل اللورد فلات، وبيعرف ان هي واحده من فريق غابته العظماء، وبيقول ان هي جريئه جدا عشان جايه تحارب لوحده، وده عصبه اكتر عشان كده بتقلل من قوته، وبيبدا الهجوم على طول وبيخرج اشواك من تحت الارض، وهيتا بتتفادى كل الاشواك وبتدمرهم كلهم، وفلات مستناها تجيب اخرها في القتال، وعمنا سينجي واقف بايده بيراقب كل اللي بيحصل، وهيتا بتحاول تماطل لحد ما ال10 دقايق يخلصوا، ونيومان بيحلل البيانات كلها والتحركات بتاعت فلات، وبيطلب من هيتا تركز على المهمه اكتر، وبيعرف ان هي لو اتهورت ممكن تموت قدامه، ولازم تستنى الفرصه المناسبه وتخلص عليه بالضربه القاضيه. هيتا بتقول ان هو بيضرب اشواك من كل حته لدرجه ان هي واقفه فوق الشجره بس بيوصلها بالاشواك برضه، وفلاد ما بيكونش فاهم البنت دي بتعمل ايه، وهيتا بتفكر ازاي تخلص عليه بضربه واحده بس. ونيومان بيطلب من سينجي يخلص بسرعه لان هيتا مجنونه ومش هتستنى اكتر من كده عشان قوه الساموراي اللي عندها بتخليها متعطشه للمعارك الدمويه، وممكن توقع نفسها في مشكله وحتى تبقى في خطر كبير. وفعلا بتستخدم تعويذه الفرسان الثمانيه مره ثانيه وبتخرج في الهواء وبتكون مكشوفه قدام عمنا فلات، واللورد فلات بيحس ان هي حرب استنزاف وبيخرج عليها اشواك كتير عشان يضعف قوتها، بس هيتا بتعرفه ان الدفاع مش التخصص بتاعها، واول ما بتقرب منه بيغطي نفسه بالاشواك وبيخرج بسرعه وبيطعن هيتا بالسيف. ونيومان بيعرف سينجي ان كده المهمه فشلت وبيطلب منه ينسحب فورا ويسيب هيتا لوحدها. فيا ترى بطلنا يعمل كده فعلا ولا هرمونات السقه هتطلع عليه ويرجع عشان ينقذها؟ ده اللي هتعرفه لو عملت لايك دلوقتي وكملت الفيديو للاخر. بس عمنا سينجي طلع جدع ورافض يتحرك من مكانه، وهيتا بتكون مصابه واقعه على الارض، واللورد فلات بيقول ان هي غبيه جدا عشان يستهلك قوتها على الفاضي قدام واحد محترف زيه، وبيرفع السيف بتاعه عشان يقضي عليها، بس فجاه بيلاقي ايد غريبه دخلت جوه جسمه وبيكون مصدوم ومش عارف الايد دي دخلت ازاي اصلا، وده عشان في جدار كبير واقف قدامه. بس عمنا سينجي اخترق الجدار وخد من جسمه كتله غريبه لونها اخضر، وبيقول لهيتا انه عدى 10 دقايق فقرر يساعدها، وفلات مش بيقدر يتحرك وبيقع على وشه اخيرا، وهيتا بتفتكر ان سينجي قتله وسرق قلبه ولا حاجه، بس فلات بيقوم تاني وبيعرف ان سينجي خايف يقتله، وبيتاكد ان هو لسه موهوب جديد ومش متعود على قوته، وبيعرفه انه ضيع فرصه كبيره من ايده، وبيقرر يقتلهم هما الاثنين عشان يستخفوا بقوته. وفجاه بيظهر ضباب اسود وبينتشر في المكان كله، وبتخرج منه عيون غريبه بتهدد سينجي وبتقول له لو عايز تموت جرب تتحرك من مكانك، وبيطلب من اللورد فلات يمشي من المكان حالا، بس فلات بيقول له دي فرصتي عشان اقتلهم هنا. واول ما العين بيزعق فلات بيسمع الكلام على طول، وبنعرف ان الضباب الاسود ده يبقى سيده، وبيتكلم مع سينجي قبل ما يمشي، وبيعرفوا انه شبه شخص يعرفه جدا، وفي الاخر بيختفي من المكان. ونيومان بيطلب منهم يرجعوا للمقر بسرعه، وبالليل عمنا سينجي بيكون واقف عند الجسر، وفجاه بيلاقي اللورد فلات ظهر قدامه مره ثانيه وبيقول له رجع الموهبه اللي سرقتها مني حرام انت. وبنعرف ان سينجي يقدر يسرق المواهب من اجسام الموهوبين، وسينجي بيكون عارف ان الميزه دي عنده فعلا، بس بيكذب على فلات وبيقول له شكلك اتجننت ولا ايه، بس فلات متاكد ان هو اللي سرقها منه، وسينجي بيقرر يوريه له الوش الثاني، واول ما بيتحول ايده الثانيه شكلها بيتغير وبيخرج اشواك من تحت الارض وبيقتل اللورد فلات. وبنعرف ان دي تعويذه بتخليه يستخدم قوه الموهبه المسروقه،
وبيشكر اللورد فلاد على الموهبه الجامده دي، وبيقول له ما تقلقش انا هستغل موهبتك في فعل الخير مش اكتر. وسينجي بيعرف انه ممكن يسرق اي موهبه تعجبه، ومش مهم الموهبه دي من العائدين ولا المذنبين، لانه ناوي يسرق موهبه اي شخص يظهر قدامه، وهيفضل يسرق لحد ما يجمع اكبر عدد من المواهب، وساعتها هيكون اكتر شخص موهوب في التاريخ كله، وبكده هيكون عدى مستوى اخوه سيو بكتير. وسينجي مستني اللحظه اللي تتغير فيها كل حاجه، وبيظهر منه جانب شرير ما كانش موجود قبل كده، وبيقرر يجمع كل المواهب دي عشان يسيطر على العالم. فيا ترى عمنا سينجي هيكمل في الخير ولا الشر؟ ويا ترى قوته هتفيد البشريه ولا هتدمرها في الاخر؟ ده اللي هنعرفه الحلقه الجايه يا اساطير. وقولوا لي في الكومنتات لو عايزيننا نكمل في الانمي الاسطوري ده بصراحه، وهستنى تقييمكم في الكومنتات وهقراهم كلهم النهارده. واشوفكم في فيديو جديد وانمي جديد يا اساطير، وسلام. وبنشوف بعدها عمنا سينجي نايم وبيسمع نيومان بيكلمه بيقول انت مش محتاج منبه عشان تصحى، وشكلك سهرت جامد امبارح وفضلت تذاكر برضه، وبيقول انت بتذاكر ليه يا عم رغم ان بقى عندك موهبه؟ وسينجي فجاه بيجي له لحظه استيعاب باللي حصل له، وبيقول لها المهم عرفيني ايه جدول اعمال النهارده، وبتكون مهمته انه يدعي على الاشرار اللي لسه راجعين. ونيومان بتقول له لكن في الاول في حاجه عايزاك تعملها. وبعدها بنشوف سينجي بيكون رايح مكان في المدرسه، وبنعرف ان هو ده المكان اللي انت بتنام فيه. ونيومان بيقول لها يلا بنت تصحي وبطلي كسل بقى. ونيومان بتقول لها طول عمرك شخصيه فوضويه، وانت بنت خساره فيك الموهبه اصلا والله. وهيتا بتقول لهم انا فضلت سهرانه طول الليل عشان بتدرب اصلا. ونيومان بيقول لها انت تصرفاتك شبهتويه جدا وموهبتك دي مش محتاجه اي تدريب خالص. بس هيتا بتقول لهم ان محتاجه 1000 يوم عشان تتدرب وتتطور، و10000 يوم من التدريب عشان تكتسب خبره كافيه. نيومان بيقول لها طب ينفع نبطل هبل ونستعد للمهمه بقى ولا ايه؟ وبعدها بنشوف هي وسينجي ماشيين في الغابه، ونيومان بيعرفهم ان المهمه بتاعتهم القضاء على جاسي، وبيكون واحد من العيادين ولابس لبس مهرج وبيستدرج الاطفال الصغيرين وبيقتلهم في الغابه، وبيكون قاتل متسلسل وملقب بالمهرج القاتل، وبيقول لهم خلي بالكم كويس لانكم دلوقتي في المنطقه بتاعته، واول ما اديكوا الاشاره تنفصلوا عن بعض على طول. وفجاه في سكاكين بتترمي عليهم وبيقدروا ان هم يتفادوها، وبيفضل المهرج يصرخ وبيقول بيحب المتطفلين اللي زيكم، وبيقول لهم كلكم مدعوين عندي عشان تموتوا في السيرك بتاعي، ودخلتوا للمصيده بتاعتي واثقين في نفسكم زي ما انا توقعت بالظبط. وهي بتستخدم قوتها وبتتحول لطور القتال بتاعها، وبيكون المهرج عارف ان هي مقاتله بارعه في القتال المباشر، وبيقول في نفسه ان هي مش مشكله طول ما محافظ على مسافه كبيره بينهم، وبيقول لهم انتوا مصيركم الموت البطيء طالما دخلتوا المنطقه بتاعتي. وبيفضل يصرخ عليهم بصوت عالي وبيقول لهم جه وقت العرض يا رجاله، لكن هيتا في لحظه بتظهر قدامه وبتقدر ان هي تقسمه نصين حرفيا. ونيومان بيقول لها انت ليه قضيت عليه بضربه واحده؟ انت المفروض كانت تستنى عشان سينجي يكتسب خبره شويه. وبعدها بتعرفهم ان مهمه النهارده كده انتهت للاسف، وبنشوف مجموعه من الجنود بيراقبوهم من بعيد، وبيبلغ في اللاسلكي ان في حصل تغيير في الخطه وهيحولوا تركيزهم من المهرج لرقصه التانجو الجديده، واكيد طبعا يقصد هيتا بالكلام ده يعني. وبيقول لازم نعرف الحقيقه ورا موضوع بتلات الظهور اللي عماله تظهر فجاه، وشكلنا كده داخلين على احداث ناريه. فانزل اعمل لايك دلوقتي واشترك في القناه. وفي نص الليل بيظهر واحد تاني من المذنبين وبيجري بسرعه رهيبه وبيهرب من هيتا، بس هيتا بتديله ضربه من بعيد وبتوقعه على الارض، وبتعرفوا ان حركاته جامده فعلا. بس الراجل فجاه بيلاقي التفاح بيقع قدامه، والمذنب ده مش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. وبعدين بنشوف تفاحه منهم طايره في الهواء، وفجاه بيلاقي جسمه كله لازق في الارض، وبيعرف ان في شخص متخفي بيحاول يقبض عليه، بس بيقول له انت لازم تعمل مجهود اكبر من كده. والمذنب بيقوم من تاني وبيهرب من المكان، وبيظهر شخصين تانيين كانوا بيراقبوهم فوق المبنى، وواحد فيهم راسه عباره عن تفاح حرفيا، ومش مصدق ان المذنب ده هرب من هيتا. وبنعرف ان الراجل ده اسمه مستر ابل، ومعاه بنت تانية اسمها اني، واني بتكون متشائمه النهارده ومش عايزه تشارك في المعركه، وابل بيعرفها ان دي فرصه عشان تثبت نفسها، واني بتقول له ان هي بتشارك في القتال بسبب قوتها، وبتكره الرجاله كلهم عشان هم سبب المشاكل دي كلها، ومعظم المذنبين مجانين ومش بيفكروا غير في نفسهم. وبعدها بتستخدم قوتها وبتاخد دراع الراجل مره واحده، والراجل بيتصدم اول ما بيلاقي دراعه اختفى من مكانه، وبنعرف ان هي عندها قوه الانتقال الاني وبتقدر تنتقل من مكان للتاني في اقل من ثانيه. وابل بيتعصب علشان اتسرعت وكان عايزه تجيب راسه على طول مره واحده، واني بتعرفه انه ما ينفعش يتعامل معاها زي ما بيتعامل مع رجالته، وبتقول له لو زعقت تاني معايا هاخد دماغك انت المره دي، وبتعرفه انه ده مش شغلها، والجنود هم المأمورين بالقتل مش انا يا عم انت. وبيجي واحد تاني ماسك رشاش وبيهدد الراجل بتاع المقصات، وشكله كده عامل مصيبه مع المذنبين كلهم، بس فجاه بيطلع مقص من ظهره وبيقطع رقبه الجندي، وبيكون خد حته من هنا عشان تفضل معاه، بس بيتفاجئ اول ما بيلاقي رصاصه اتضربت عليه، وبيعرف ان الواد ده لسه عايش بعد ما قطع وشه حرفيا، والواد بيقول انه عنده قوه خارقه مميزه شويه، وبنعرف انه بيتحول لهيكل عظمي واسمه هيروشي، ورجل المقصات بيلاقي نفسه متحاصر، وبيشوف دكتور اتش داخل عليه ب 100 نسخه ولا حاجه، وبيقول له ما تخافش يا عم الحلاق انت، واحسن لك تسلم نفسك عشان كده كده هتموت. وهيتا بتنزل مره تانية وبيكتمل الفريق لاول مره، وبيكون معاهم ابل واني، وبنعرف ان هم دول فريق غابته العظماء ومهمتهم الوحيده قتل المذنبين.
وفي الاخر بيخلصوا على رجل المقصات، ونيومان فرحان بعد ما قاموا بالمهمه ورجعوا للعمل الجماعي، والخطه مشيت زي الفل المره دي من غير اي خسائر حتى. وقابل صعبان عليه الراجل بتاع المقصات، بس فرحان ان هم عملوا عليه حفله المره دي. وبعدها بتوصل ايه في المعالجه الخاصه بيهم، وبتقول لهم اي حد مصاب يجي هنا يا رجاله. وطبعا هيروشي هو الوحيد اللي بيروح لها، واول ما بتلمسه جسمه بيرجع طبيعي تاني، وبتطلب منه ما يتهورش في المعركه. وقابل بيقول لهم انا كمان عايز حضن، اشمعنى هو يعني؟ وبيفكر المره الجايه يتصاب عشان يفتعالجه بالطريقه دي، وبيطلب من اني تساعده في التحقيق مع الشهود، بس اني بتتعصب عليه وبتسيبه وبتمشي. وعمنا سينجي قاعد لوحده مش مركز معاهم خالص، وهيتا بتعرفه انه كان لازم ينضم ليهم في معركه زي دي، ومش فاهم هو قاعد هنا بيعمل ايه يعني. فبيعرفها انه شغال اي تي بيوصل الاسلاك بالشاشات، وبتقول له انت عرفنا من الاول عشان يبقى عندك موهبه، وفي الاخر تشتغل خدام عند نيومان وتخلص شغله. سينجي بيعرفها انه بيحب يعمل الحاجات البسيطه وهو اي حاجه يسلي بيها نفسه طول اليوم يعني. ونيومان بتعترف ان سينجي مجتهد فعلا وساعدها في حاجات كتير هم موجودين بره. وقابل بيعرف نيومان انه سمع عنه كتير قبل ما يجي هنا، وبيرحب بسينجي بما انه عضو جديد في الفريق. وسينجي مش فاهم مين ابو راس تفاح دوت، ونيومان بيقولوا ان لسه في اعضاء تانية هينضموا للفريق وكلهم زي سينجي كانوا معدومين الموهبه. وهيتا بتقول ان هم بيدوروا على مواهب جديده طول الوقت، واليأس اللي كان جواهم هو اللي غيرهم وخلاهم موهوبين. وسينجي بيعرف ان موضوع الموهبه ده مش بالوراثه، وممكن اي حد يكتسب موهبه فعلا لو عنده اراده قويه. وقابل بيعرفه انه مستعد يساعده في اي وقت يحتاجه، بس اني اول ما بتسمع الكلام ده بتعترض عليه، وبتقول ان سينجي اقل منهم بكتير وموهبته ضعيفه جدا، وحتى الموهبه الوحيده اللي عنده مرتبطه بالسرقه، يعني من الاخر مفيش فرق بينه وبين المذنبين. وبتقول لهم ان هو شخص غير جدير بالثقه. ونيومان بيقول ان دي كانت موهبه قديمه عنده، بس دلوقتي بقى عنده قوه مختلفه واكيد اتغير عن زمان. وبيحاول يدافع عن سينجي بحجه ان اخوه كان موهوب كبير، ودلوقتي سينجي لازم يكمل مسيرته. وانا طبعا مش مقتنع بكل الكلام ده، ولحد دلوقتي لسه مش واثقه في عمنا سينجي ابدا. ونيومان بتقول ان مفيش داعي للشك ابدا، لان دلوقتي خد طريق مختلف عشان يحقق اهدافه. وهيتا بتاخدها بالحضن وهي بتضحك، وبتحاول تقنعها ان سينجي غلبان وعمره ما يهزيهم ابدا، وبتتراهن معاهم ان هم لو استنوا شويه هيعرفوا معدنه الحقيقي. والله انت اللي غلبان وهتتصدمي في الاخر. واني بتوافق على كلامها في الوقت الحالي، وبعدها هيتا بتروح توصله لحد البيت، وبتكون مستغربه ان سينجي مش متضايق من اللي حصل، وبتقول له ان هي لو مكانه كانت فقدت اعصابها، لان موهبه سينجي ظهرت بعد اصابات كتيره. وفي الاخر بيتريقوا عليه وبيتجاهلوه زي النكره. وهيتا بتقول له انت جايب برود الاعصاب ده منين يا عم انت؟ وسينجي اول ما بيوصل البيت بيلاقي نور اوضته شغال، وده معناه ان في حد جوه احتمال كبير يكون حرامي. واول ما بيدخل جوه بيقابل صاحبه تسوكي، وبيتفاجئ عشان بقالهم 3 سنين ما اتقابلوش، وتسوكي جه عشان يطمن عليه وجايب له شويه هدايا. وبيلاحظ ان سينجي لسه زي ما هو ما اتغيرش، حتى الهالات السوداء اللي تحت عينيه ما راحتش ابدا. وهيتا بتتاكد ان هم يعرفوا بعض من زمان، وبتتعرف على تسوكي وبتسلم عليه. وسينجي بيعرفها ان التافه ده معلم في الفنون القتاليه، وفي ناس كتير شايفاه عبقري زي اخوه الكبير، ودلوقتي هو قائد واحده في القوات الخاصه، مع انه شكله يدي شاب عاطل عن العمل، بس هي دي الحقيقه. وتسوكي بيعيط وفرحان انه قابل سينجي مره ثانيه، وبيشكره عشان بيطبل له قدام هيتا. وسينجي بيساله عن سر الزياره المفاجاه. تسوكي بيقول له ان في عصفوره جابت لي عنك شويه معلومات، وعرفت ان انت بتغيب عن المدرسه ومش بتحضر اي انشطه. واول ما عرف باللي بيحصل جه يطمن عليه على طول، بس في الاخر عرف ان عمنا سينجي زي الفل، وبيقول له شكلك مشغول طول الوقت ده مع حبيبتك الجديده. وهيتا بتكون محرجه جدا وبتعرفوا ان هم مجرد صحاب. وتسوكي بيروح يتكلم معاه بصوت واطي، وبيقول له قابلتها فين دي يا ابن المحظوظه. وسينجي بيعرفوا ان هو فاهم الموضوع غلط والله. وتسوكي بيقول له بطل كذب واعترف بالحقيقه، وبيفكروا ان هم اصحاب من زمان وما ينفعش يخبي عليه اسرار. وهيتا بتشوف صوره قديمه ليهم، وبنعرف ان تسوكي يبقى صاحب سيا اخو سينجي الكبير، ودلوقتي بقى هو المسؤول عن سينجي بعد ما اخوه الكبير ما مات. وبيفتكر لما كان سينجي بيمشي ورا اخوه زي العبيط بالظبط، وسيا ما كانش معبره على طول سابه في الطريق. ودلوقتي مش مصدق ان سينجي بقى بيحب زي البني ادمين عادي. وسينجي بيكون متضايق عشان تسوكي يفكروا بالماضي بتاعه. وتسوكي بيقول ان سيا ما كانش شايف حد اصلا، لانه طول الوقت كان مطلوب وراه اهتمامات كتيره. وبيقول ان هو ده مصير الموهوبين اللي زيه، وبيقرر يسيبهم ويمشي بعد ما بوظ عليهم اليوم. بس عمنا سينجي بيقرر يكشف كل حاجه قدامه، وبيجرح رقبته بالخنجر ودراعه بيتحول مره ثانيه. وتسوكي بيقول له هو دراعك ماله ملون كده ليه؟ وسينجي بيعرفوا ان دي الموهبه اللي ظهرت عنده، والسرقه هي الخيار الامثل لشخص زيه. وتسوكي مش بيعجبه الكلام ده وبيتريق عليه، وبيكون سمع عن موضوع الموهوبين اللي انتشر الفتره الاخيره. وبيعرف سينجي ان هو دلوقتي بقى اسوأ من الاول، والقوه الغريبه اللي عنده دي ملهاش اي لازمه، ولو فضل كده هيبقى فاشل ومفيش حد هيعترف بيه. وهيتا بتتعصب عليه وبتتحول هي كمان، وبتحط السيف على رقبه تسوكي عشان يعتذر على كلامه. وتسوكي بيعرف ان هي كمان زيه، وبيقول لها انتوا كده لاقيين على بعض فعلا. وهيتا بتطلب منه يسحب كلامه بدل ما تقتله، لان هو ما يعرفش المعاناه اللي مروا بيها لحد ما قوتهم ظهرت، وغير التضحيات اللي قدموها في سبيل خروج موهبته. وبتقول لتسوكي انت مش من حقك تتكبر علينا بالشكل ده يعني، وكمان هو مولود بموهبه فعمره ما يحس بيهم. وتسوكي شايف كل الهري اللي قالته ده مجرد اعذار، وبيقولها ان الاعذار دي بيقولوها الناس الضعاف اللي زيكم. وهيتا اول ما بتهجم عليه بيتفادى الضربه، وبيديها ضربه قويه في ظهرها وبتهجم عليها، وبيقول لها انت محظوظه عشان تبع عمنا تويا، ولو كان حد غيرك كان كسر ظهره من الضربه دي. وفي الاخر بيودع سينجي وهو ماشي، وبيقول ان اكيد اخوه دلوقتي مش مرتاح في قبره بعد اللي هو عمله، وكان هيموت تاني لو شافه اتحول بالشكل ده يعني. لكن سينجي بيعرفوا انه ما عندوش ذره ندم واحده على اخوه،
ابوه وهيجي اليوم اللي هيتفوق عليه في موهبته. وتسوكي بينزل الشارع وبيلاقي الجنود مستنيين الاوامر، وبنعرف ان دول نفس الجنود اللي رابوهم في الغابه قبل كده. وتسوكي مكلف يقبض على جماعه الموهوبين دول، وبيطلب من الجنود يهجموا عليهم في وقت تاني. وبيجي صاحبه يوشيكي بالعربيه وبيقول له انت ازاي هتسيبهم يفوتوا بالسهوله دي يعني. وبيلاحظ ان تسوكي متضايق فعلا، وهيتا لسه قاعده مع سينجي في اوضته وبتعتذر له عشان ما قدرتش تصد ضربات تسوكي، وبتقول له ان هو سريع جدا زي المحترفين ومفيش اي شخص عادي يقدر يعمل الحركات اللي هو عملها. وطبعا كل المواهب الطبيعيه دي خلته يتفوق عليهم. وسينجي بيعرف ان هي مش مميزه ولا حاجه وكانت زيه بالظبط ويمكن اسوء قبل ما تاخد موهبتها. وبيتفاجئ لما بيعرف ان هم رموها وهي رضيعه في ملجأ وعاشت حياتها كلها في دار ايتام وشافت ايام صعبه. وكمان لون شعرها وعينيها خلاها شخصيه مميزه، وكانت بتعيط كل ليله بسبب الوحده. وموظفين المكان كانوا بيعملوا نفسهم مش شايفين حاجه، ووقتها حاولت تنتقم منهم كلهم لحد ما في يوم بطلت عياط وظهر قدامها المعلم كيندو وخدها معاه عشان يربيها ويعلمها فنون القتال. وكان معلم مشهور في المعبد والكل بيخاف منه، وعيلته كلها متكونه من عشيره قديمه عاشت في المعبد، وكلهم رفضوا لما كيندو عرض عليهم يتبنى هيتا. بس في الاخر كينو اتحدى الكل وخد قراره وبيقرر يربي هيتا تبقى بنته الصغيره. وهيتا من ساعه ما عاشت معاها بتتدرب كل يوم، وكيندو بيلاحظ ان هي شجاعه وقويه، واول مره يشوف بنته صغيره بتتدرب بالحماس ده كله، وكمان مسكتها للسيف مميز عنهم كلهم. وكيندو بيعرفها ان هي اكيد هتغلبه في المستقبل، ومن بعدها حياتها اتغيرت للاحسن وعاشت ايام جميله مع ابوها الجديد. ومن وقتها قررت ترد له الجميل وتبقى سيفه قويه لان هو ليه الفضل في كل اللي وصلت له. بس بعد فتره عرفت الحقيقه وجالها احباط تاني، وهي انها ما عندهاش اي موهبه خالص وكانت بتتدرب كتير وبرضه مفيش فايده. وقررت تاخد الموهبه دي باي ثمن وباي شكل من الاشكال، ومستعده تعمل اي حاجه عشان تخلي ابوها فخور بيها. ولما عرفت موضوع الموهوبين دورت عليهم، وفي الاخر قتلت نفسها بالخنجر وتحولت زيهم، وكانت فاكره ان الموهبه دي هي اللي تحل كل مشاكلها. بس في الاخر الموهبه هي اللي دمرت حياتها كلها عشان القوه اللي بقت عندها خلاها تتفوق على المعلم كيندو. وفي يوم من الايام كانت بتتدرب معاه عادي واستعرضت قوتها لحد ما اتصاب بسببها، وبيكون لسه عايش بس الاصابه كانت كبيره لدرجه انه بقى عاجز عن استخدام السيف مره ثانيه. وفي الاخر العشيره طردوها من البيت بعد اللي عملته، وهي طلعت بتجري من المكان وهي بتعيط، وقررت ان هي ما ترجعش تاني غير لما تصلح الموقف اللي عملته. ودلوقتي لازم ترجع لهم بشخصيه موساشي السيفه المحترمه، وساعتها تعمل اكاديميه خاصه بالمعلم كيندو. وبنروح بعدها لعمنا تسوكي في العربيه وبيحكي للسواق اللي معاه موضوع سينجي، ويوشيكي مستغرب ان تسوكي بقى مهتم بيه فجاه. وتسوكي بيعرفه انه مهما عمل هيفضل اخو صاحبه الصغير، وكل ده حصل عشان هو اتربى بطريقه غلط. وبيفتكر لما قال له انه مش ندمان وفخور بالقوه اللي عنده، وده معناه ان سينجي هيتحول لشرير قريب ومش بعيد كمان يكون واحد من المذنبين. وتسوكي متضايق عشان سي مات، ودلوقتي هو اللي بينظف الفوضى اللي اخوه عملها. ويوشيكي بيساله عن اللي حصل في اليومين اللي فاتوا، وبنعرف ان تسوكي اتنبأ بالموضوع وحصل فعلا. ونيومان بيتصل على هيتا وسينجي وبيقول ان الفرقه كلها في الغابه ما عدا هما الاثنين. وسينجي بيساله عن موضوع النقل الكامل، ونيومان بيعرفوا الحاجات المشتركه بينه وبين الفريق. وسينجي بيقول ان كل واحد فيهم ليه شكل خاص بيه. ده كفايه دكتور قبل اللي ماشي بتفاحه على دماغه. ونيومان بيقولوا ان هي دي الميزه عشان دلوقتي هم بشر عندهم قوه خارقه، فمفيش اي تطور هيحصل لهم اكتر من كده، وده معناه ان القوه اللي عندهم دي محدوده، وبعد مرور كام سنه هيرجعوا بشر طبيعيين زي الاول. بس لو عايز يتطور اكتر من كده لازم يزود عدد مرات النقل بتاعه، وساعتها هيوصل لمستوى اعلى وهيبقى له لقب خاص بيه. وده زي لقب موساشي بتاع هيتا بعد ما بتتحول، وهيتا عارفه انها هتتطور اكتر من كده، واول ما تجيب اخرها ترجع بكل قوتها للمعلم كيندو. وبيروحوا هما الاثنين بالليل صاله تدريب، وسينجي بيستخدم قوه الاشواك اللي سرقها من فلات، وهيتا بتكون منبهره بالقوه اللي عنده، وسينجي فرحان عشان قدر يستفيد من دراعه الثاني، وده بيقدر يخزن فيه كل المواهب اللي بيسرقها، وده اللي كان عايز يوريه هيتا من اول يوم. وهيتا فرحانه بعد ما عرفت سر قوته المرعب، وبتعرفه ان مفيش حد يقدر يهزمه بالمستوى اللي وصل له. وسينجي بيقول لها ان الموضوع ما يستحقش الاحتفال لان كل ما بيسرق موهبه بيأذي صاحبها. وهيتا بتعرفه انه لازم يتأقلم على الموضوع، واللي يسمح ان موهبته تتسرق منه يبقى ما كانش يستحقها اصلا من الاول. وسينجي جابها لحد هنا عشان يعرفها الحقيقه بعيد عن يومان، وبيعرفها ان هي الوحيده اللي تستحق تعرف السر ده. وهيتا بتكون مقدره اللي هو عمله معاها، بس فجاه بتتحول وبتهجم عليه، وبتساله عن السبب اللي خلاه ما يسرقش موهبتها، وبتقول له ان علاقتهم عمرها ما تمنعه ابدا، وبتطلب منه يسرق موهبتها حالا. وبنعرف ان هي متعصبه عشان هو ما سرقش موهبتها، وشايف ان هي مش موهبه كفايه يعني ومش محتاج يسرقها، وبتقرر تبقى اقوى موهبه في العالم كله، وده عشان سينجي ما يفكرش في اي حاجه غير انه يسرق موهبتها. وعمنا سينجي بيقبل التحدي وبيقرر يجمع مواهب مختلفه عشان ينافسها، وفي الاخر بيتفقوا هما الاثنين ان هما يتجمعوا مره ثانيه. وشكلنا كده داخلين على احداث مرعبه الحلقه الجايه. وبيظهر واحد مقنع من المذنبين وبيكون وقع نفسه في الاسر عشان يقبضوا عليه، وبيقول ان ده جزء من النبوءه اللي اتنبأ بيها من فتره طويله. وبنعرف ان تسوكي هو اللي قبض عليهم حصروا من كل حته، وبيسالوا عن الخنجر اللي موجود مع كل الموهوبين، وبيعرف ان ده السلاح المحفز اللي بيتحولوا بيه، وده اخطر سلاح مع الموهوبين في الوقت الحالي. ويوشكي بيقول ان فريق التحليل مش فاهم ازاي عملوا سلاح زي ده، وبيعرفوا ان المقنع ده واحد من المجموعه اللي صنعوا الاسلحه، بس لحد دلوقتي مش عايز يعترف باي حاجه. وتسوكي بيقرر يعذبه عشان يجبره على الكلام، والمقنع بيعرف ان دول جنود
جنود النخبه اللي بيطاردوا الموهوبين وبيقتلوا اي شخص بيشكل تهديد على البشر، والعائدين حاليا هم التهديد الوحيد للبشريه. والمقنع بيعترف ان تسوكي عنده مهارات قتاليه مرعبه لدرجه ان المهارات دي مش موجوده عند الموهوبين ذات نفسهم، بس في الاخر هو مجرد بشر حقير ملوش قيمه. وبيعرف تسوكي ان في حاجتين يحصلوا كمان شويه، اولهم انه يخرج هنا من غير اي اصابه، والتاني حاجه والاهم ان الملك هيرجع تاني ومعاه ماضي مظلم، وساعتها هيقدروا يسيطروا على العالم. والمقنع بيكون فك نفسه بعد ما نطق الجمله دي ب 10 ثواني، والجنود بينزلوا عليه بمطر من الرصاص، لكن للاسف ما حصلوش اي حاجه. وتسوكي بيستخدم قوته وبيقطع ايده، بس المقنع بتظهر ايده مره تانيه ولا كأن حد لمسه حرفيا، وبيعرف تسوكي انه بيضيع وقته على الفاضي. وتسوكي بيمنع الجنود وبيقول لهم يسيبوه يمشوا، والمقنع بيقول له انت كده بدات تعجبني، وبيعرف انه لو كان من العاديين كان ضمه في صفهم. وتسوكي بيسرع ان الملك بتاعه قبل ما يمشي، وبيفتكر ان هو راجع ينتقم من كل العاديين. والمقنع بيقول له ان في مجموعه بتحاربهم فعلا، بس مش هيسمحوا لشويه خونه زي دول ان هم يوقفوا خطتهم. وبنرجع مره تانيه لمقر الموهوبين، ومستر ابل بيحكي عن المعركه اللي حصلت امبارح بكل حماس، وبيقولوا ان هم حاولوا يقبضوا على واحد من المذنبين وكان خصم قوي جدا ومحدش عرف يوقفه غيره. واني بتقول له خساره والله، انا لو مكان الخصم كنت عملت من دماغك دي عصير تفاح. ونيومان بيسأل عن موهبه الخصم اللي قدامه، ابل بيقولوا ان الموضوع صعب شرحه، والمجرم كان عامل زي الضباب الاسود وملوش اي ملامح. وهيتا بتفتكر الوحش اللي شافوه قبل كده لما حاربوا فلاد. وتويا بيلاقي بيكاسو جاي يوريه رسمته الجديده، وبيتفاجئ اول ما بيلاقي رسم الشيطان اللي هجم عليهم قبل كده. وابل بيقول لهم ان هو ده الخصم اللي شافه امبارح. وفجاه بيلاقي الكل ساكت ومحدش مدي اي رد فعل، وبيلاقي الشيطان اللي بيتكلم عنه ظهر على كل الشاشات اللي موجوده في المقر، وبيقول لهم انا سمعتكم بتتكلموا عليا فقلت اجي اشارك معاكم. وبيعرف ان هم المجموعه اللي بيحاربوا اتباع المذنبين، وبيكون عارف المجموعه كلها واحد واحد. وبيلاحظ ان اني لسه بتهرب من القتال، والواد بيكاسو مقضيها رسم لحد دلوقتي. ونيومان طبعا منطوي على نفسه من زمان، بس المره دي ضم ناس جديده لمجموعه الموهوبين بتاعته. ونيومان بيعرف ان هو ليه الفضل في الموضوع ده كله، بس الشيطان بيعرفهم ان المجموعه دي هتنتهي قريب، ومش هيسمح لاي موهوب يدمر خطته اللي بناها طول السنين اللي فاتت، لان هم شايفين ان كل الموهوبين المفروض يخدموا البشريه، والمواهب الشريره اللي زي المذنبين لازم يختفوا من الوجود. وطبعا كل ده مش هيحصل طول ما هو موجود هنا، لان هو مقتنع ان الموهوب الحقيقي لازم يكون حر، وبيوعدهم انه يرجعهم لاصلهم وهيقضي على كل مواهبهم. وابل بيقول لهم هو المجنون ده وصل لنا ازاي، ونيومان بتعرفه ان هو ده زعيم المذنبين حاليا. وانا بتتعصب ومش فاهمه ازاي الشيطان زي ده عايش لحد دلوقتي. وابل بيقول لها هدي اعصابك يا فنانه، فعيني بتتعصب عليه وبتحدفه بالشاشه في دماغه، وكلهم بيلاحظوا ان عيني فقدت اعصابها، وواضح كده ان موضوع الشيطان ده مأثر عليها جدا. ونيومان بيعرفوا ان الشيطان ابو عينين ده يبقى الطاغيه شانج بو، وبيكون اقوى موهبه حيه في مواهب العائدين، وكمان هو واحد من مؤسسين مجموعه غابه العظماء. وبنعرف ان المجموعه ما كانش فيها غير 5 بس، وكان في واحد منهم قائد المجموعه وقتها، وكان شخص غامض مش بيحب يتكلم عن نفسه، وما كانش مهتم باي حد في الفريق، بس في الحقيقه هو السبب الوحيد لوجود الفرقه دي. وكان مؤمن ان الموهبه دي نعمه كبيره مش اي حد يقدرها، واي حد موهوب لازم يستخدم قوته في مساعده الناس. ومن هنا بداوا يبنوا قواعد لفريق الموهوبين. وبنعرف ان اني بتكره شانج عشان قتل القائد بتاعهم، وبعدها تحول لشيطان بيكره البشر وعايز ينتقم منهم لانه كان بيخدمهم طول الوقت بدون اي مقابل، ودلوقتي تحولوا بقى اقوى منهم كلهم. ونيومان شايف ان التعايش مع المذنبين شيء مستحيل يعني، وقتلهم هو اكبر خدمه يقدموها للبشريه. وتويا بيفهم اخيرا ان هم ليه بيقتلوا كل المذنبين اللي بيظهروا. ودلوقتي شانج بيجهز جيش كبير من المذنبين، وكمان استخدمهم اكتر من مره في الحروب ضد البشر، وده سبب كوارث ومجاعات في بلاد تانية. ودلوقتي الدور جاي على اليابان، ولازم يلاقوا حل قبل ما ينفذ ضربته الجايه. واني بتفتكر اخر قتال بينها وبين شانج، وكانت فاكره ان هي خلصت عليه تماما، بس المره دي ناويه تقضي عليه بشكل نهائي عشان ده شكله ب7 ارواح وعامل زي القطط. وتويا بيعرف ان دي مش اول مره يحاربوا فيها شانج. ونيومان بتقول ان هم هجموا على شانج لما فكر يهرب منهم، وحاصروه في الغابه ساعتها وضربوا عليه من كل الاتجاهات، بس في الاخر قدر يانجو برضه هرب من المكان ابن اللذينه. واني ما بتكونش قادره تستنى اكتر من كده، ومستعده تروح لوحدها وتهجم عليه بنفسها. ومستر ابل طبعا بيعترض على كلامها، وبيقول لها ان هم ما يعرفوش عدد اعضائهم كام، واي حركه متهوره منها هي اللي تدفع الثمن. واني بتديله بوكس في وشه عشان تسكته، وبتعرفه ان هي مدركه خطوره الوضع اللي هم فيه. وابل بيقول لها انت بنت مفتريه على فكره، وكان قصده من الموضوع ان هم لازم يحاربوا مع بعض، وكمان ما حدش حاسس بكوري شانج اكتر منها، وده لانه قتل اكتر حد عزيز على قلبها. بس بيقول لها ان كل اللي هنا عندهم مواهب زيك. ونيومان بتقول ان ابل عنده حق فعلا، وان هم مش هينتصروا على الشانج غير لما يحاربوا كفريق واحد، وهي دي فرصتهم عشان يقضوا على اكبر عدد من المذنبين، ومستعدين يعملوا اي حاجه بس عشان يخلصوا على شانج. وبعدها نيومان بينادي على هيروشي وبيقول له سر في ودنه عشان ما حدش يسمعه، وبنفهم ان هو مكلفه بمهمه خاصه. وبعدها الفريق بيتجمع قدام اعلى شياطين شانج، وبتعرف ان المذنبين كانوا بيستخبوا هنا طول الفتره اللي فاتت. وتويا مش فاهم ازاي نيومان عرف المكان خلال اسبوع واحد بس، لكن هيتا شايفه ان الموضوع ابسط من كده بكتير. وفجاه بيجي واحد شبه اليونانيين بيجري على هيتا، وبيكون عايز ياخدها بالحضن، بس هي مش طايقه تشوف وشه اساسا، وبيقول انت مكسوفه مني ولا بنت انت، ده احنا بينا قشره قديمه حتى. وفجاه بالله حد تاني هجم عليها وحاصرها بالاسلحه، وهيتا بتتغفل
والسيف بيكون على رقبتها. وفي الاخر بنعرف ان هي المحاربه جوبي، وجوبي بتقول لها ان مهارتها قلت عن الاول، وبتروح تعتذر لدوي على الدوشه اللي حصلت. وبتعرف ان توي عضو جديد في الفريق، وبروتوس بيروح يسلم عليها هو كمان، وبيقول له طالما جوبي معانا النهارده يبقى هنكسب القتال. وبيعرف ان هو لقبه القيصر المغوار ومفيش حد من الاعداء هيقدر يقف قدامه. وجوبي بتقول له اسكت يابا بدل ما اعملها معاك. وتويا بيلاقي نيومان وصل مع مستر ابل، وبيسال نيومان بعدها عن الناس الجديده، ونيومان بيعرف ان دول بقى فريق غابه العظماء، وبيظهر قدامه اعضاء في الفريق عمره ما شافهم قبل كده. ونيومان حاول يجمع اكبر عدد منهم عشان يهزموا جيش يانج، وتويا مش مصدق ان كل المواهب دي متجمعه في فريق واحد. ونيومان بيلاقي الحاج تشارلز معترض على المهمه، والحاج تشارلز ده يعتبر اكبر واحد في الفريق، وشايف ان فصيله المذنبين هتنقرض قريب والمفروض يوفروا كل طاقتهم لقتل شيانج. وفيشر سيد الخطب بيكون متفق معاه، وبنشوف معاهم توأم راية المرعب، والسيد شريدر ابو راس قطه بيتدخل هو كمان، وشايف ان الاحسن ان هم يصيدوا شيانج لوحده بدل ما يحشدوا القوات كلها ضد جيش المذنبين. وتويا بيلاحظ ان اعضاء الفريق مش مهتمين بالعمل الجماعي، ودي فرصته عشان يسرق المواهب من المذنبين، وما بيكونش مهتم مين يكسب او يخسر المعركه، اهم حاجه عنده انه يسرق اكبر عدد من المواهب وسط الزحمه. ونيومان بيرسم لهم الخطه اللي هيمشوا عليها، وبيظهر 3 مسارات للهجوم على قلعه شيانج، وتويا مش قادر يحدد المسار اللي هيتحرك فيه، وهيروشي بيقدم طلب انه يتحرك في المسار الارضي، وهدفه انه يتحرك في اتجاه القلعه الامامي، وبيقرر ياخد 2 معاه من ضمنهم عمنا تويا. وتويا مش فاهم هو ليه اختار هو بالذات، وهيروشي بيعترف له ان قوته لفتت نظره، وتويا بيعرف ان خطته كده هتفشل للاسف، ومش هيعرف يسرق المواهب زي ما هو عايز، ولازم يلاقي عذر عشان يفضل يحارب لوحده. ونيومان بيطلب من كل واحد فيهم يتحرك على موقعه بسرعه، وبتبدا عمليه التطهير الشامل للمذنبين، وبيعرف الفريق ان عدد المذنبين مجهول بالنسبه له، ومش بعيد يكونوا ضعف عددهم تقريبا، وبتكون دي معركه مصيريه هيقضوا بيها على المذنبين للابد. وهيتا بتقرب من تويا قبل ما تتحرك، وبتتفق معاه ان هم يتقابلوا عند القلعه في خط النهايه، وبتوعده ان هي تبقى اقوى بكتير من الاول، وبتفكروا للمره الثانيه بالاتفاق اللي بينهم، وبتكون مستنيه اللحظه اللي يسرق فيها موهبتها، وبتدخل مع جوبي بيدمروا البوابه، وبيلاقوا طريق طويل بيوصلهم لقلعه شيانج. ونيومان بتدي اوامر للتوأم بالتحرك، وبيطيروا هما الاثنين في الجو وبيشغلوا القمر الصناعي، ونيومان بيستخدم قوته وبيعمل مسح للمكان كله، وتويا بيتحرك مع هيروشي في الطريق، وهيروشي بيلاحظ ان تويا قلقان على هيتا، وبيكون خد باله من العلاقه اللي بينهم، وده لان هما الاثنين عينهم مش بتفارق بعض ابدا. وتويا بيفتكر ان هيروشي معجب بهيتا، بس في الاخر بيعرف انه بيفكر في اني، وتويا بيحس ان هو اتشتت اول ما اتكلم في الموضوع، وبيحاول يركز اكتر على المهمه بتاعته لان قوته كلها مرتبطه بتركيزه. وفجاه بتظهر ايدين عملاقه حوالين تويا، وهيروشي بيشده بسرعه قبل ما الوحش يقتله، وبنعرف ان ده سلفه العملاق طحن عظام البشر. وبيظهر المذنب بيلي في مواجهه السيد شريدر، وتشيكا سفاحه الساموراي بيكون في مواجهه هيتا وجوبي، وجانكيز قهر الموهوبين في مواجهه السيد فيشر. وشكلنا كده داخلين على معارك ملحميه وفريده من نوعها، فعايزك تنزل تعمل لايك يا اسطوره وتشترك في القناه عشان يجيلك اشعار بالفيديوهات اول ما تنزل. ونيومان بيكون مراقب كل حاجه من بعيد عن طريق القمر الصناعي، والمذنب بيلي ورجالته بيضربوا نار على شريدر، واول ما بيطلع يجري بياخد كام طلقه وبيقع على الارض تماما. وبيلي بيلاقي شريدر قام مره ثانيه، وبيتريق على السلاح الضعيف اللي معاه، وبيلي بيقرب منه وبيديله طلقه في دماغه وبتخلص عليه، بس بيلي بيتفاجئ اول ما بيشوف شريدر الناحيه الثانيه، وبيكون سرق المسدس وقتل رجالته كلهم. وبيلي بيقول له ازاي يا جدع انت، ده انا لسه قاتلك بايديا دلوقتي حالا. وشريدر بيكون خدها بنسخه مزيفه، وبيكون هو النسخه الحقيقيه اللي واقفه قدامه. وبيلي مش فاهم جو الميتافيرس اللي بيتكلم عنه ده، وبيطلع المسدسين وبيفضي الخزنه كلها على شريدر، بس شريدر بيفضل ثابت في مكانه. وبيلي بيلاحظ ان ولا رصاصه واحده جت فيه، وبيقول له انت شكلك اتعلمت الرمايه في مدرسه حكوميه. وشريدر بعدها بيطلع المسدس بتاعه، وبيضرب بيلي طلقه في دماغه وبتخلص عليه تماما، وبيوعده انه يقتل كل المذنبين على وجه الارض. وبيظهر وحش مرعب بيهجم على الحاج تشارلز، وعمنا تشارلز عنده موهبه بتخليه يتحول لاي حيوان يختاره. والسيد فيشر بيستخدم موهبته في الشطرنج، وبيخرج الجنود والوزير وبيقضي على خصومه بكل سهوله، وما كانش متوقع ان المذنبين ضعاف بالشكل ده. وهيتا بتستخدم تعويذه ابيستو في القتال، بس بتتفاجئ ان جوبي قتلت الوحش اللي قدامهم بضربه واحده، وهيتا بتتعصب عليها عشان بتسرق منها الخصوم الاقوياء. وجوبي بتقول لها المفروض تشكريني على المساعده، وبتعرفها ان الخصم ده ممكن يقضي عليها، فهي قامت بالواجب عشان توفر عليها القتال. وبروتوس بيتدخل ما بينهم قبل ما يقتلوا بعض، وبيقول لهم عيب كده يا بنات هتتخانقوا قدامي ولا ايه. وفي الاخر بيسيبوهم هما الاثنين واقف لوحده، وبنرجع لعمنا تويا مره ثانيه، وسالفو العملاق بيهجم عليه، وبيلاحظ ان سالفو مسك الشجره وعمال يخنق فيها، وبيقول لهيروشي نحارب المجنون ده ازاي، وبيطلع الخنجر بتاعه عشان يتحول، بس هيروشي بيمنعه، وبيعرفوا انه مش لازم يستخدم موهبته دلوقتي، وكل المطلوب منه يجري بسرعه عشان يكسب شويه وقت. وعمنا هيروشي بيطلع الرشاش الالي وبيهجم عليه، وبيرمي قنبله على سالفو عشان يشتت انتباهه، وبيطلب من تويا يتحرك قبل ما سالفو ياخد باله، بس عمنا سالفو بيرمي صخره عملاق على هيروشي، وتويا بيلاقي سالفو بيقرب منهم، فبيطلع الخنجر عشان يتحول بسرعه، وفجاه بيلاقي سالفو وقع قدامه هو ورجالته، وتويا مش فاهم ايه اللي حصل ده، وهيروشي بيشكر فايبر على انقاذهم، وتويا مش فاهم هو بيتكلم مع مين، وكمان فايبر ده مش موجود معاهم هنا. هيروشي بيعرفوا ان موهبه فايبر هي التخفي، وعشان كده قتل سالفو من غير ما حد يشوفه. والمفاجاه بقى انه كان معاهم طول المده اللي فاتت، وبيكون معاه نفاس سم بيقتل المذنبين، وخطه هيروشي انه يشتت الخصم لحد ما فايبر يخلص عليه.
وبيعرف توي ان هم فريق مع بعض ودايما بيحاربوا بالخطه ديت، وتوي ما بيكونش مركز معاه خالص وبيعرف ان موهبه فايبر هي الموهبه اللي بيدور عليها، لان هو لو عنده قدره التخفي هيقدر يسرق اي موهبه بكل سهوله. ودلوقتي بيفكر ازاي يسرق قوه فايبر، ونيومان بيتكلم مع هيروشي عن طريق السماعه، وبنعرف انه طلب من هيروشي يراقب توي من غير ما يعرف، ونيومان فاكر ان توي جاسوس شغال عند شيانج، وطلب من هيروشي يفضل معاه طول المهمه، ونيومان مش واثق في توي عشان بيقفل موبايله طول الوقت، ولاحظ ان هو مهتم بموهبه الفريق بشكل مريب. هيروشي طبعا ما بيكونش مصدق الكلام ده، لان توي خاطر بحياته عشان ينقذه من سالفو، وده غير ان موهبه هيروشي تخليه ما يموتش ابدا، وده معناه ان توي كان بيحميه فعلا. نيومان بيقول ان ده احتمال يكون تمثيليه، وبيطلب من هيروشي ياخد باله منه، وبيظهر قناص عند برج القلعه وبيحاول يستهدف التوأم رايت، وبيضرب عليهم طلقه مع صوت عقرب الساعه، وبيتفاجئ ان الطلقه ما جاتش فيهم اصلا، وبيتصدم لان عمره ما واخد هدف في حياته، واول ما بيضرب مره تانية بيلاقي الطلقه راحت في اتجاه تاني، وبنعرف ان نيومان مأمن التوأم مع القناصه هايو، وبنعرف ان هي بتصد طلقات المذنب القناص، والقناص بيعرف ان دي هي القناصه الاسطوريه، وبيخاف اول ما بيعرف ان هي كشفت موقعه، ومش مصدق ان هي قدرت تشوفه من المسافه دي كلها، واول ما بيبص عليها بيلاقيها بتقنص عليه في نفس الوقت، وبيتفاجئ اول ما بيلاقي نفسه في مكان تاني، وبيعرف ان هو حبسوه في سجن الوهم بتاعها، وبيلاقيها قريبه منه فبيستخدم قوته وبينشن عليها، بس في الاخر هو بتغفله وبتخلص عليه بكل سهوله، وبتعرف نيومان ان المهمه انتهت بنجاح. والشيطان شانج بيظهر لاول مره، وبيلاقي ملك القناص اتقتل هو كمان، وبيكون لسه عايش بعد ما نص راسه طارت، وبيعتذر لشانج عشان ما قدرش يكمل المهمه. شانج بيقول له ولا يهمك يا صاحبي، اهم حاجه تكون اتبسطت معانا، وملكي بيودعه لاخر مره قبل ما يختفي من الوجود، ونيومان بيطلب من كل اعضاء الفريق يرجعوا للموقع، والمهمه تمت بنجاح وتم القضاء على كل المذنبين، والتوأم رايت فرحانين بالخبر ده جدا، وكانوا متاكدين ان هم يقدروا يهزموا المذنبين بكل سهوله، بس فجاه بيلاقوا حد ضرب القمر الصناعي، وبياخدوا هما الاثنين طلقتين في دماغهم وبيقعوا في الارض، ونيومان بيعرف ان هم اتقتلوا بسهوله، وشانج فرحان وهو شايف المنظر من بعيد، وبنعرف ان اللي قتلهم هو القناص الملقب بالريشه البيضاء، وشانج بيقول لهم اللعب الحقيقي بدا يا رجاله، وبيظهر قدامه النمور الخمسه اقوى المذنبين في الكوكب كله، وهيروشي بيلاقي الاتصال انقطع مع نيومان، وبيعرف ان في حاجه حصلت في الموقع الرئيسي، وتوي بيتفاجئ باتنين من المذنبين بيهجموا على هيروشي، فبيستخدم قوته وبيقتلهم باشواك فلات، وهيروشي بيعرف ان دي موهبه واحد من المذنبين، وبيهدد توي بالسلاح وبيقول له انت جبت الموهبه دي منين يا عم انت، وبيفتكر كلام نيومان وان توي طلع جاسوس، وبيطلب منه يقول مبرر على شافه دلوقتي، وتوي بيقول ان هو مش جاسوس والله، بس هيروشي مش بيصدقه وبيهدده بالسلاح. فيا ترى ايه اللي هيحصل ومين فيهم هيهجم على التاني الاول، وبطلنا توي هيضطر يكشف قوته قدامه ولا يخلص عليه ويستحوذ على المهاره اللي عنده. وهيروشي بيرفع عليه السلاح وبيكون خلاص هيقتله، بس في الاخر بيتراجع في اخر لحظه، وده لان توي اعترف ان هو مش جاسوس فعلا. توي بيكون مستغرب من اللي هو بيسمعه وبيقول انت ازاي مش هتقتلني. هيروشي بيعرف ان طول الفتره اللي فاتت دي قدر يخبي عليهم السر، ولولا ان هو انقذه دلوقتي ما كانش هيعرف برضه، وبيقول له محدش يعرف السر ده بس عندي شرط واحد وهو انك تحكي لي الحقيقه كلها. وهيروشي بيعرف الحقيقه كلها فعلا، وان توي بيسرق المواهب من الناس عشان يبقى احسن من اخوه الكبير، وبيعرف ان نيومان لو عرفت السر ده هتخلص عليه فورا، لكنه بيقوم وبيوعده ان محدش يعرف سره ابدا، بس برضه مش هيسلمه مهارته بسهوله كده، ومش هياخدها منه لما يقاتله ويحارب عليها. وتويا واقف مش فاهم الواد ده بيعمل ايه، ده كان المفروض يخلص عليا، وبيكون مستغرب من افعاله جدا. وبعدها الاتنين بيتحركوا بيكملوا طريقهم، وهيروشي بيبقى متاكد ان تويا لسه ما يعرفش حاجه عن حقيقه قوته، وبيقول ان هو انسان متناقض جدا، وده عشان هو قلبه طيب بس في نفس الوقت جوه قلب وحش بيسرق المواهب، وكمان عرفوا الحقيقه كلها وما خافش من حاجه تحصل له. وعلى الناحيه الثانيه هايو وكل اللي معاه بيحاولوا يخلصوا على اعدائهم، وهايو بتلاحظ ان في حد بيضرب عليهم نار، وبتعرف ان الاعداء معاهم قناص مرعب، وده هيسبب خطر كبير على نيومان الفتره الجايه. وتويا وهيروشي بيوصلوا عند حصن الارض، بس فجاه بيتضرب عليهم قنبله وهيروشي بيتصاب، وتويا بيقلق عليه جدا وبيقول له الحق يا عم انت عمال تنزف من كل حته، لكن هيروشي بيطمنه وبيعرفوا انه خالد ومش هيحصل له حاجه يعني. وفي نفس الوقت بيوصل الشيطان وبيقول لهم انتوا اتاخرتوا كده يا رجاله، ده كنت مستنيكم من بدري. وتويا بيروح يهجم عليه، لكن هيروشي بيمنعه وبيعرفوا ان الشيطان ده بتاعه هو اللي خلص عليه. وبنعرف ان الشيطان اللي بيحاربهم ده اسمه رودل، وشكله كده شخصيه اسطوريه نعرف عنها قدام. وبنروح بعدها هايو بتقدر تستدرج القناص للعالم بتاعها، وده عشان تخلص عليه بطريقه اسهل بكتير، وبتكون مركزه جدا ومستنيه يخرج من المكان اللي مستخبي فيه. والقناص بيظهر وبيمسك السلاح بتاعها وبيقول انت مش شايفه ان السلاح ده طويل شويه ولا ايه، ولو حد قرب منك زي كده هيخلص عليكي بسهوله. وهايو مش بتبقى فاهمه ازاي القناص ده يقدر يقرب منها كل المسافه دي، والقناص بيكون معجب بموهبتها في الانتقال لبعد موازي. وهايو بتشوف ريشه بيضاء اتحركت ومش بتبقى عارفه تحدد الكائن ده بالظبط، وهايو لسه مش فاهمه ليه القناص ده قرب منها بالشكل ده. والقناص بيعرف ان هم محبوسين في بعد مختلف، والبعد ده اسمه الوعي المضغوط، وده بيخلي الزمن
انه يقف في اي لحظه ومحدش من الناس اللي بره هيكون حاسس بيهم. وهي مش فاهمه مين القناص الغريب ده، واول ما بيظهر قدامها بتبص في وشه وبتعرف ان هو هانكوك القناص الاسطوري، وبيقول لها تعالى نبدا من اول وجديد، وبيعرفها انه يتحرك لقدام 1000 خطوه عشان تهجم عليه، وبيقول لها اوعي تضربي نار عليا قبل ما اوصل هناك. وهي بتفتكر ان هو البطل الاسطوري الحرب فيتنام، ومش فاهمه ازاي بطل زيه انضم للمذنبين. وهانكوك بيقول ان هو ما كانش متوقع كده برضه، بس هتعرفي الحقيقه بعد ما تخلص التحدي ده. وبنرجع بعدها لعمنا تويا وبيلاقي رودل واقف لهم على الباب، وهيروشي بيعرف ان رودل طيار مشهور في سلاح الجو النازي، وكان فاكر ان المذنبين بس هم اللي انضموا لشانج. ورودل بيكون عارف ان ده تويا سينجي وبيضرب نار على دماغ هيروشي، وهيروشي بيرد له نفس الضربه في دماغه، بس بيتصدم ان رودل سليم ومفيش خدش في دماغه حتى. ورودل بيقول لهم انتوا لسه ما تعرفوش الحقيقه، بس هتعرفوا كل حاجه في ساحه المعركه. وبيستخدم قوه مدافع الرياح وبيرمي عليهم 10 قذائف صاروخيه وبيفجر المكان كله. هيروشي بيتحول لهيكل عظمي، بس في الاخر بيرجع تاني بسبب قوته. ورودل مش مصدق ان هيروشي قوته مرعبه بالشكل ده، وبيكون هما الاثنين جنود عندهم نفس القوه، بس هيروشي بيقول له اخرس خالص وبيطلع كل البنادق اللي معاه. وعمال رودل بيكون متحمس اكتر وبيطلع الرشاش الضخم بتاعه وبيقول له يلا بينا. وتويا بيلاحظ ان هما الاثنين خالدين ومش بيموتوا، يعني لو فضلوا يضربوا في بعض لحد السنه الجايه المعركه مش هتخلص برضه. بس رودل مميز عن هيروشي بقوه اسلحته المرعبه، ودي طبعا ميزه اضافيه مش موجوده عند هيروشي. ورودل بيستخدم قوه صوت المرعب وبينزل عليه بقنابل صاروخيه من الحرب العالميه الثانيه، وهيروشي كل مره بيتضرب بالقنابل، وده اللي بيمنعه من رد الضربات على رودل. والحل الوحيد للمعركه دي هو تدخل فايبر. وعمنا فايبر المتخفي بيكون لسه تايه في الغابه، وده لان هم اتحركوا قبله وسبقوه وهو ماشي ورا جهاز الاشاره، وفجاه بيلاقي ارسال اتقطع ومش عارف يتواصل مع نيومان، وبيتصدم اول ما بيلاقي 2 من المذنبين قاعدين قدامه، فبيقرر يخلص عليهم قبل ما يمشي على طول. لكن بيتفاجئ ان واحد منهم شايفه وبيبص عليه ومش مصدق ان المذنب ده شايفه من بعيد، وبيقول اكيد الموضوع حصل صدفه ولا حاجه، لان القوه اللي عنده فريده من نوعها مش اي حد يقدر يشوفه اصلا. واول ما بيتحرك لمكان تاني بيلاقي نفسه مكشوف برضه، والبنت اللي قاعده على الكرسي بتعرف ان هو فايبر المراقب، وبتعرف ان مهاره التخفي اللي عنده مش بتحكي بصورته الحقيقيه، وبتكون كمان سامعه صوته وهو بيتكلم. وبنعرف ان دي جنرال هتلر، وده بولت المساعد الخاص بيها. وهتلر بتكون عارفه ايه اللي فايبر بيفكر فيه دلوقتي، واكيد بيسال نفسه ازاي عرفت موهبته وكشفت التخفي بتاعه، وتاني حاجه بقى ازاي مهاره التخفي بتاعته ضعيفه قدامهم. وفايبر نفسه بيقرر يكشف سره قدامها، بس بيعرف ان هتلر مراقبهم وعارف مواهب الفريق كله. وفايبر بيكون مصدوم من الكلام ده ومش فاهم البت دي جابت كل المعلومات دي منين، وبنعرف ان موهبتها كشف المعلومات. وفايبر بيعرف ان البت دي عارفه عنه كل حاجه، وده معناه ان بولت الضخم ده هو الوحيد اللي شايفه. وهتلر بيتجاوب على السؤال الثاني، وهي ان موهبته مش مكشوفه ولا حاجه، بس هم لقوا طريقه يقدروا يكشفوه بيها، وده بسبب موهبه بولت على نشر الفساد. وبنعرف ان بولت بينشر ماده لونها ازرق بتدمر كل حاجه. وعمنا فايبر اتكشف اول ما دخل جوه المنطقه بتاعته وقدر يكشفوه عن طريق ريحته، وبيلاحظ ان الاشجار ميته واوراقها واقعه على الارض، وكمان ريحه العفن منتشره في كل مكان. وتقريبا بولت عنده اكتر موهبه مقرفه فيهم كلهم. وفايبر بيلاقي نفسه واقف في الفخ، وهتلر بتقول له مفيش داعي للندم دلوقتي عشان مش هتقدر تهرب ولا ترجع خطوه لورا. وهتلر كانت مخططه لكل حاجه من الاول، وهي اللي بعتت الجنود مع سالفا عشان تجيبه لحد هنا، يعني الجنود دول كانوا مجرد طعم بالنسبه له. وفي نفس الوقت بولت لسه بينشر العدوى بتاعته في كل مكان، وده عشان يخلي ريحه فايبر واضحه اكتر واكتر، ويقدر يشوفه بكل وضوح كانه واقف قدامه بالظبط. وعمنا بولت بيتحول لشكله الحقيقي وبيقضي على فايبر، وبعد ما بيقتله ما بيلاقيش اي اثر لجثته، بس هتلر عارفه ان هو مات دلوقتي وجثته مش باينه، وحتى لما مات جسمه فضل متخفي برضه. وبتقول له يلا بينا عشان اللعب الحقيقي بدا. وبنرجع لمعركه رودل وهيروشي الملحميه، ورودل بيطلع رشاش آلي وبيفرتك هيروشي حرفيا، وطبعا هيروشي بيرد الهجوم كل مره، وبيلاقي رودل رمى عليه صواريخ تاني عشان يموته. وتويا قاعد مستني اي حاجه مختلفه تحصل، وبيلاقي هيروشي رجع له مره ثانيه، وبيعترف ان رودل المحارب جامد جدا وقوته والدفاعات اللي عنده اقوى من هيروشي بكتير. وتويا بيقول له انا حاسك مبسوط بالمعركه دي، وهيروشي بيقول له عندك حق بس الموضوع صعب جدا ومش عارف ازاي يكسب رودل وهو اضعف منه. وتويا بيعرف ان هيروشي مش قادر يخسر المعركه دي، وهيروشي بيساله اذا كان بيحس بالتعب بعد ما يستعمل موهبته. تويا بيقول له عندك حق وده بيحصل معايا طول الوقت عامه، وبيقول له بس انت بتسال ليه يا عمنا. هيروشي بيعرفوا ان اي حد بيستعمل موهبته بيبذل طاقه بدنيه وذهنيه كبيره، وهو ورودل مش بيموتوا دلوقتي بس ليهم حد معين في تجديد الارواح، ولو الحد ده انتهى هيموتوا مش هيرجعوا تاني. وهيروشي بيعرف انه لو كمل المعركه دي هو اللي هيموت الاول. وبنرجع لهايو في البعد التاني، وبتطلع القناصه بتاعتها وبتحاول تقتل هانكوك، بس كل ما بتضرب طلقه بتلاقي راحت منها في الهواء. وبتعرف ان هانكوك بيستخدم نسخ منه عشان يضللها، وكل مره بتضرب على نسخه مزيفه منه. وعمنا هانكوك مش بيدي اي رده فعل، وهايو بدات تفهم اللعبه ماشيه ازاي، وبتعرف ان هانكوك عاجز عن الهجوم من مسافه زي دي ومستني اللحظه المناسبه اللي هيهجم عليها فيها. وهانكوك لسه مكمل في لعبته وخلى نسخه منه تتحرك في اتجاه 1000 متر قدام مرمى هايو، انما النسخه الحقيقيه مستخبيه على بعد 600 متر بس، وده طبعا هيمنعه من تبادل اطلاق النار المباشر، لانه كان نفسه يقتل هايو وهو شايفه قريب منه، بس هايو قناصه موهوبه وهتقتله على طول، فهو دلوقتي ما عندوش حل تاني غير ده. وفجاه بيلاقي طلقه عدت من فوق دماغه، وهايو اخيرا بتكون كشفت المخبأ بتاعه.
وهايو بتكون مبسوطه جدا من المعركه عشان دي اول مره تواجه خصم قوي في نفس مستواها، ومستنيه تشوف هانكوك هيخرج مننا ازاي. وبنعرف ان هي خدت لقب الريشه البيضاء عشان عمرها ما خسرت معركه قبل كده، وبتتصدم اول ما بتلاقي هانكوك ظهر قدامها، بس المره دي رافع ايده وبيعلن استسلامه ومش مصدق انه ممكن يستسلم بسهوله كده، وحتى لو اعترف ان هي اقوى منه مش هيعمل كده برضه. فهي بتتعصب عليه عشان كانت فاكراه انه اذكى من كده بكتير، وبتقرر تقتله عشان بوظ المتعه في المعركه، والمره دي بتنشر رصاص على قلبه. بس فجاه بتلاقي المكان اتغير وظهرت اشجار قدامها، وهايو مش بتكون فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. وهانكوك بيلاقي الخطه بتاعته نجحت، وهايو بتكون اترددت لحظه في قتله، وده لانه جابها في ساحه المعركه الخاصه بيه، لان دي الساحه اللي حارب فيها هانكوك في حرب فيتنام، ودي نقطه تحسب ليه لانه عارف كل خبايا المنطقه. وهايو بتفهم ان هو جابها في المكان الخاص بيه، بس بتلاحظ ان التلج لسه موجود على الارض، ودي اول مره تلاقي غابه فيها تلج زي كده، ومنظر زي ده عمره ما هيتكرر في حياتها، وده معناه ان مواهبهم تداخلت في البعد اللي هم موجودين فيه، وده بيثبت ان هما الاثنين في نفس المستوى من الاحترافيه. وهايو بتتحمس لدرجه انها خلقت القناع الخاص بيها، ودي اول مره تكشف عن وشها الحقيقي، وبتقول له ان جسمها بيترعش من كتر الحماس. وعلى الناحيه الثانيه عمنا ابل بيكون لسه معاني في الغابه، وبيقول لها انت جاي هنا عشان تعطلني ولا يا بنت انتي؟ واني بتتعصب عليها عشان هو مش حاسس بيها، وبتعرفه ان هي قلقانه جدا من المهمه دي عشان مش هتعرف تستخدم موهبتها في المكان ده. وابل بيعرف ان هم في امان دلوقتي عشان الفريق كله بيحارب في الخطوط الاماميه، انما هم الاثنين جايين يتعاملوا فريق من ورا، واكيد عمنا تشارلز وفريقه خلصوا على كل المذنبين عشان لحد دلوقتي ما قابلوش ولا واحد منهم. وانا بتقول له حاسب بس لحسن حد ياكل التفاحه اللي في دماغك دي، وانا بتعترف ان فريقهم قوي فعلا، بس ده ما يمنعش ان في مذنبين اقوى منهم. وفجاه بتديله بوكس في وشه عشان تغفله، وابل بيقول لها ظهري غشيم قوي على فكره، وبيلاحظ ان هي قلقانه فعلا وبتترعش من الخوف، وبيقول لها كان لازم تفضلي في المعسكر الرئيسي، بس اني مصممه تيجي معاهم في المهمه دي عشان ما فيش حد هيقتل شانج غيرها. وابل بيعرف ان القائد السابق لفريقهم كان عزيز على قلبها جدا، ومن ساعه ما شانج قتله وهي بتحلم باليوم اللي هتموتوا فيه، وبيطلب منها تحكي له تفاصيل اكتر عن الموضوع، بس اني بتغير الموضوع بسرعه وبتقول له يلا نكمل. وبيلاحظ ان هي محرجه وشكلها اتغير لما اتكلم عن القائد، واني بتقول له انت قصدك ايه يا بروس تفاح انت؟ وابل بيطلب منها تتكلم عشان تخف الحمل عنها شويه، وبيوعدها انه هيساعدها في قتل شانج. وفجاه بتلاقي واحد ظهر قدامهم وبتترعب منه لدرجه انها بتستخبى ورا ابل، وفي الاخر بيطلع زميلهم تشارلز، وبتقول في حد يطلع مره واحده كده يا عم انت ولا ايه؟ انت عايز يقعد في دماغك عشان تفوق. وفجاه بتلاقي جسمه صح على الارض، وابل بيعرف ان ده فخ وبيخبي اني بسرعه، وبيعرف انه وصل للغابه ووقع في كمين هتلر، وبولت خلص عليه بنفس الطريقه اللي قتل بيها فايبر. وبنشوف جثه تشارلز وهي غرقانه في العفن بتاع بوليت، وهتلر بتعترف ان قوته كانت جامده جدا وبيقدر يعمل دمج ما بين الحيوانات. وابل بيستخبى ورا الشجره عشان محدش يشوفه، وهتلر بتقول له انت هتفضل مستخبي لحد امتى يا عم انت؟ وبنعرف ان هي قصدها على القط شريدر، وبيكون هو كمان موجود معاهم في نفس المكان. وهتلر بتعرف ان موهبته هي التوقع والتنقل من بعد للتاني، وبيقدر يتحرك في الابعاد الزمنيه عشان يشوف كل الاحتمالات. وبتقول له طالما انت جامد قوي كده مستخبي مننا ليه؟ وشريدر بيبص عليه من بعيد وبيستخدم موهبته، بس بيتصدم اول ما بيلاقي كل الاحتمالات صفر، وما كانش متوقع ان هتلر ممكن تعمل معاه كده. وهتلر بيكون عارفه قوته ومهارته الخاصه، وده اللي خلى شريدر قلقان ومستخبي منها، ولو كان عنده احتمال 1% كان اتحرك من مكانه. وشريدر بيتعصب وبيقول لها انا لسه ما خسرتش. وفجاه بتلاقي سيف جاي عليها من بعيد، وبولت بيقدر يوقفه وبيدمره في ثواني. وبيكون فيشر ملك الشطرنج وصل المكان، وكان فاكر انه هيقتل بولت بالضربه دي، بس ما يعرفش ان بولت عنده قوه مميزه فعلا. وهتلر بتعرف انه ضحى بجندي من عنده عشان يوقع خصمه، وبتعرفه ان دي حركه مشهوره جدا في الشطرنج، ويا ريت تجدد بقى عشان بقت متوقعه منك بصراحه. وفيشر مش مصدق انها كشفت موهبهم بالسهوله دي، وبولت بيستخدم قوته وبيدمر كل جنود الشطرنج اللي معاه، وما بيكونش فاضل غير الملك اللي هو فيشر ذات نفسه. وهتلر بتقول له لعبتك مش هتنفع في العالم الواقعي. وفيشر بيلاقي بولت واقف قدامه بعد ما قتل كل اللي معاه، وفي الاخر بيقرب من فيشر وبيخلص عليه. وقابل بيطلب من اني ما تعملش اي حركه متهوره، واني مش مصدقه ان هم قتلوا 3 من فريقهم باقل مجهود، ودلوقتي لازم تفكر في طريقه تخلص عليها بيهم. بس قابل بيوفر عليها كل المجهود ده، وبيكشف نفسه قدام هتلر وبولت، واني مش مصدقه انه عمل الحركه الغبيه دي، وبيعرفها ان هو اللي هيحارب المره دي، وبيطلب منها تتحرك بسرعه وتساعد نيومين وبال فري على الهروب من المكان. وبولت بيضرب الارض وبينشر العدو في نطاق اوسع بكتير. وهتلر بتتريق على قابل عشان طلع فوق الشجره، وبتقول له انت بتظهر نفسك عشان تهرب ولا ايه؟ وقابل بيعرفها ان الاهانه دي مش هتاثر فيه، وما بيكونش عارف ازاي يهزم بولت ابدا. وبولت بيكون قوي جدا وبيقدر ينشر العفن بتاعه في الغابه كلها، واول ما بيهجم عليه بيهرب بسرعه من المكان. وهتلر بيكون كشفت موهبته بكل سهوله، وبتعرف كمان ان اني مستخبيه ورا الشجره، وان موهبتها هي الانتقال الاني السريع، وده معناه انها تقدر تنتقل من مكان للتاني في اقل من ثانيه، ودي اندر المواهب اللي موجوده على الكره الارضيه. وبتقول لها المفروض موهبه قويه زيك ما تخافش مننا، بس هتلر بيكون كشفت السر الحقيقي، وبنعرف ان هي بتتحرك في مسارات معينه ومش بتقدر تتحكم في قوتها بشكل كامل، وده بيخليها تتحرك بشكل عشوائي حوالين الخصوم. واني مش مصدقه انها عرفت عنها كل التفاصيل دي، وواضح كده ان هم كانوا مخططين لكل حاجه من الاول، وكانهم كانوا بيراقبوا تحركاتهم طول الوقت. وابل بيعرف ان الموضوع كبير جدا، بس بيتفاجئ اول ما بيلاقي السنجاب ظهر مره ثانيه، وده نفس السنجاب اللي كان ماسكه من شويه، بس بيلاحظ المره دي ان عليه علامه شانج، وده معناه ان السنجاب هو اللي كشف مكانهم.
وبولت بيتحرك في اتجاه تاني وبيهجم عليها، بس ابل بيمنعه في اخر لحظه وبيقول لها ما تخليش كلامهم يقلل ثقتك بنفسك. وهتلر بتتفاجئ لما بتلاقيه ضرب بولت من قدام وشكله كده كشف نقطه ضعفه الوحيده، وهو ده اللي بيحصل فعلا. وابل بيعرف ان بولت اعمى وهتلر هي اللي بتحركه عشان استخدمت نفس الختم الموجود على السنجاب الصغير، واول ما يشيله من على جسمه قطع التواصل مع هتلر، وده اللي خلى هتلر تنشر ختمها في كل مكان في الغابه، وقدرت تعرف عددهم وموهبتهم وكل اسرارهم. وده كمان برضو اللي بيخلي بولت يهجم عليهم بكل دقه، وبيفتكر ان دي نفس الاختام اللي ظهرت على الوحوش اللي هجموا عليها. واني مش فاهمه هي عرفت تسري موهبتها ازاي برضو. فابل بيقول لها ان هتلر تعرف شيانج، واكيد شيانج حكى لهم كل حاجه عنهم. وفي الاخر هتلر طلعت نصابه وضحكت عليهم كلهم، وبتفضل تضحك على حركه ابل العبقريه، وبتقول ما كنتش اعرف ان في شخص ذكي جدا في الفريق. وابل بيتحرج من كلامها الحلو وبيقول لها شكرا يا انسه هتلر والله. وانا بتقول له مش وقت تلزيق عم التفاحه. وهتلر بتعرفه ان مفيش حاجه هتتغير عشان مش هيقدر يشيل كل الاختام اللي منتشره في الغابه كلها. ده غير ان عمنا بولت نشر العفن بتاعه في المكان كله، وبولت بيهجم عليه مره ثانيه وبينشر العفن في الارض، بس ابل بتفضل الضربه بسرعه وبيطلب من اني تفضل جنبه. وبنعرف ان هو ما استعملش موهبته من اول الحرب، فموهبته هتبقى هي الحاجه الوحيده اللي ما يعرفوش عنها حاجه. وابل طلع ذكي جدا وكان عامل حساب اليوم ده، ودلوقتي فرصتهم الاخيره عشان يهربوا من هنا. وبنرجع لمعركه رودل وهيروشي اللي مش بتخلص دي، وهيروشي قدر يمسك قنبله ذريه وزنها ربع طن، والله لازم بقول لك كده، وبيهجم على رودل بالرشاشات مره ثانيه. ورودل بيقول له اعمل حاجه جديده يا صاحبي، انا بصراحه بدات ازهق منك. وبيلاحظ ان سرعه التجدد عنده بقت ابطا من الاول، وده معناه ان هيروشي فاضل له محاولات اقل ويموت. وبتبدا معركه جديده ما بينهم للمره 35. وتوي بيلاحظ ان رودل كل مره بياخد وضعيه الدفاع، وده عشان يحافظ على الحد بتاعه ويفضل عايش فتره اطول. انما هيروشي متهور جدا وكل شويه بيموت ويرجع من تاني. بس واضح ان عمنا توي قدر يكشف حاجه مختلفه المره دي. ولحد هنا بيخلص الجزء الاسطوري من الانمي بتاعنا، فعايزك تنزل تفجر اللايك وتشترك في القناه، عايزين نوصل 400,000 يا اسطوره. واشوفكم في فيديو جديد كمان شويه، وسلام.